السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. رز بالكاجو وستيك بصوص الدمجلاس، أكلة مختلفة. لو حضرتك زهقتي من كل أصناف الأكل، أكلة سريعة اتعملت في 5 دقايق بس، طلعت بالجمال والريحة والطعم الخطير ده. صوص دمجلاس لكن مش بالدمجلاس. صوص دمجلاس من غير صوص دمجلاس. ايه طريقة الرز بالمستكة والحبهان والكاجو؟ ايه طريقة صوص الديمي جلاس من غير صوص ديمي جلاس؟ كل دي اسرار على قناة مطبخ اكلة وسهرية. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناة، تلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. دي لحمة ستيك، دي لحمة ستيك بتبلها وبركنها في الفريزر بالشكل ده، بصلاية، طماطمايه، علبة زبادي، روزماري كتير جدا، فلفل اسمر، ملح، وبركنها في الفريزر بالشكل ده واطلعها تبقى جاهزة على طول على الاكل. ده ستيك لكن هنعمله بصوص الديميجلاس، مش هنشتريه، احنا هنعمل صوص الديميجلاس في البيت. طيب، دي طاسة هنزل عليها بمعلقة محترمة من السمنة البلدي. عايزة الطاسة سخنة عشان ما تنزلش المية بتاعتها. انا بس هحمرها عشان هكمل الوصفة، هكمل تسوية اللحمة في الطاسة. بعد ما تحمرها بالشكل ده ههدي النار، هشيل الستيك في نفس الطاسة بنفس التحميرة دي. هنزل بمعلقة من السمنة، هنزل بمعلقة من الدقيق، هنزل بنص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة كبيرة. هقلب الدقيق مع كل الصوص اللي نزل من الستيك. أول ما الدقيق يدبل بالشكل ده، أول ما الدقيق يتحمر في السمنة، هنزل عليه بكوباية من المية ونص كوباية من كريمة الطهي. أنا بحطها في الفريزر عشان أحافظ عليها، ولما بعوز بكسرها كده وانزلها في الاكله اللي انا محتاجاها. وجودها بره التلاجة بيغير من قوامها وبيغير من طعمها ومن ريحتها. الاكله بقى بتتعمل في 3 ثواني، الستيك ما بياخدش وقت خالص على النار. طبعا الاكله دي محتاجه شويه رز ابيض بالحبهان والمستكه. اول ما يبدا يغلي هنزل بنص معلقه من الملح، خدي بالك انا مملحه الستيك، نص معلقه من بهارات اللحمه. هقلب وهبدا هنزل الستيك بالعصاره اللي نزلت منه. لو جربتيه مش هتشتري صوص الديمجلاس تاني من بره ابدا. 5 دقايق يغلي ويكمل سوا، وهنعمل رز بالمستكه والحبهان. الستيك بيكمل سوا، هنا هنعمل الرز بالمستكه والحبهان. معلقه من السمنه، 3 حبات من المستكه، 3 وحدات من الحبهان، بس تفتحيهم عشان تنزل البذور اللي فيها. اول ما ريحتهم تطلع ويسيحوا هنزل بالرز. نص معلقه من الملح، نص معلقه من المرقه الفوريه. عايزه اوريكي ان الاسمر ده بذور الحبهان، الحب الاسمر ده بذور الحبهان. هنزل بكوبايه من المياه المغليه. قبل ما اغطي على الرز يستوي هضيف عليه معلقتين من الكاجو. طبعا ده على حسب الرغبه، لو مش عايزه بلاش، بس بيدي للرز حلاوه مش معقوله. اقلب ههدي عليه النار.
رز بالحبهان والكاجو والمستكة، ستيك بصوص الدمجلاس من غير صوص دمجلاس. هنشيل بس الحبهان، 3 وحدات من الحبهان الاسمر ده يا جماعه. الاسمر ده البذر بتاع الحبهان عشان يطلع ريحته. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني.